السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدي شارك معكم طريقة ضبط حساسية السكوبات بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، يعني ما فيها تعقيد أبدا. هي طريقة بسيطة، بس أنا رح طبقها على سكوبين وانتو طبقوها على كل السكوباتكن مشان تزبط الحساسية معكن. طبقها معي لتحصل على الحساسية اللي بتريدها. ورمضان كريم على الجميع، وخلينا نفوت بالشرح. طبعا بعد ما دخلنا للتدريب، اول خطوة حنعملها حنروح ناخد جروزة. اخدنا جروزة ناخد لها مخزن، وبناخد السكوب اللي بدنا نضبطه. مثلا انا بدي اضبط الريد دوت، باخد الريد دوت وبدي سكوب 3 على سبيل المثال. تمام، هاي اول خطوة تمت بنجاح. تاني خطوة بنروح على هذا المكان اللي شايفه هون صديقي، بنطلع بنقعد بهالمكان على هالشكل. تمام، هلا نحن وين حنضرب؟ على سبيل المثال انا ضابط حساسيتي هلا على اكمل وجه، وحساسيتي جدا جدا يعني نارية. مثل ما هلا حتشوفوا، حجربها قدامكم. طبعا الا ما يصير ضياع بالايم. مثل ما شفتوا الحساسية قوية ونظامية. بنفوت على الاعدادات. على سبيل المثال لحط حالي محلك وانا ماني عارف كيف اضبط الحساسية. بفوت على الاعدادات. طبعا انا لاعب جيروسكوب، وهالشرح للجيروسكوب بس. فعنا الجيروسكوب هون. هاد الجيروسكوب مثلا لحساسية الكاميرا فقط، يعني بدون اطلاق نار. على سبيل المثال هلا انا فتحت الايم وعم حركه. هي على شو بتعتمد؟ على الحساسية اللي محطوطة اول هي. بينما اذا انا فتحت ايم وضربت نار، هي على شو بتعتمد؟ بتعتمد على الثانية، على هي الحساسية اللي شايفينها قدامكم. طبعا انا هلا رح وطي هي الحساسية. كانت عندي 390، رح حطها مثلا على سبيل المثال 350 ورح جرب الايم فيها. مثل مو شايفين عم يصير ارتداد للاعلى. اذا صار عندكم ارتداد للاعلى وصار يطلع الايم لفوق، هلا مثل ما شايفين ضربت انا مثلا الايم طلع لفوق. تمام، فهي بيكون بدها زيادة بالحساسية ليزبط الايم. تفرجوا، كانت 350، هي 350 رح نساويها 360، بنزيد 10 لحد ما يزبط الايم. طبعا ساويتها 360، كمان معنا ظابطة، معنا ظابطة على أكمل وجه. بنزيد الحساسية نحنا، ساويتها 370، جيدة كمان بس مو أحسن شي. بنرد بنزيدها. مثل مو شايفين كمية التحسن، الايم ما عاد طلع نهائيا، يعني مثل ما شفتوا كان هيك عم يطلع الايم لفوق، هلا ما عاد طلع، صار تقريبا جيد جدا. نحنا بدنا فوق الجيد جدا، فبنعليه اكتر، نساوي 390 لتصير الحساسية عنا نارية وثابتة. اغلب الضرب يلي ضربته هيد شوت،
فتخيل انت فاتح الايم هلا براس خصمك ويجي 3 هيتشوت ورا بعض مثل ما شايفين. اغلب الضرب هيتشوت. ننتقل للسكوب الثاني. مثلا انا عندي سكوب 3. طبعا هي الطريقة مثل ما حكيت لكم رح اشرحها سكوبين فقط، وباقي السكوبات انتو طبقوها وحتلاحظوا فرق عظيم بالايم تبعكم. على سبيل المثال هلا انا هي عندي سكوب 3، هيك مضبوط بشكل تام، انا مظبط الحساسية تبعي على اكمل وجه. طبعا رح فوت اخربها، مثلا نقصها، كان عندي اياها 380، حنقصها انا ل 330 او 340 على سبيل المثال. هي 330. بجرب هلا انا بفتح ايم وبضرب مثل مو شايفين عم يصير عنا اهتزاز لفوق، ارتداد لفوق. طبعا لنتخلص منه مثل طريقة السكوب القديم، مثل ما سوينا بالريد دوت، صرنا نعليها مشان يضل الايم تحت ويصير عنا ثبات ممتاز. نفوت على الحساسية بنعليها، على سبيل المثال هي 340، زودناها 10 مثل ما حكينا، بنزود 10 لحد ما يزبط الايم عنا. طبعا هي بدون ضرب مستمر، مع ضرب مستمر شوفوا شو حيصير، في ارتداد لفوق. نحن بدنا حساسية افضل من هيك، نحطها 350، بنزيدها. بلشت تتحسن ويصير عنا فرق ملحوظ عن 330. كل ما عم نزيدها عم نلاقي تحسن اكبر. هاي 360. كمان في ارتداد، هذا الارتداد لنتخلص منه منضل منزيد. هاي 370 ومنجرب. مثل ما ملاحظين في تحسن رهيب جدا جدا. طبعا انا حساسيتي كانت 380 وافضل اشي لقيتها. مثل ما شايفين كل الطلق تقريبا عم يجي هيد شوت، فتخيل كمان تفتح الايم براس الخصم ويجي كله هيد شوت مثل ما شايفين، يعني ثبات جبار جدا جدا. هلا انتو حتحكوا لي انه هذا الثبات على الجروزا، فما بالكم اذا على الجروزا كيف حتكون الام 4. بنجرب الام 4. جبنا الام 4. طبعا السكوبين اللي زبطناهم مثل ما حكيت لكم، الريد دوت والسكوب ال3. بنجرب الام 4، نعمل ريلود ونضرب. جيدة نوعا ما، ممتاز الايم، ممتاز. شوفوا هي للاماكن البعيدة، الايم صاروخ فعليا صاروخ. شوفوا الثبات ناري فعليا ناري. وبهيك كنت شاركت معكم طريقتي الخاصة، طريقة ضبط السكوبات. يا ريت اذا عجبتك الطريقة وحبيت الطريقة تشترك بالقناة وتحط لايك وتدعمني بتعليق حلو مثلك.